العالم. اذا تعطات انطلاقه ديال هذه المباراه، لعبت الكره طويله. العديد من اللاعبين لعبوا بالدوري الانجليزي، هالاند مانشستر سيتي واوديغار بارسنال. هذه محاوله لفداء المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز محاوله التمرير. دياز كيبحث عن امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء، لكن تدخل كرجع كره لاعب هيجن. استرجع كره، دي محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، امكانيه التمرير لكن اسماعيل السيباري ما تمكنش من التمرير، مشات على مستوى الجيل الاولى. اشرف حكيمي يمرر لكن تغطيه حاضره. تعود من جديد في ذات منتخب النرويج للاعب لويس أنطونيو كيمرر، لكن الكره اقرب للحارسيه. ايوب بوعدي اللي مسجل بسرعه. تابعنا اكيد العديد من الصور، تابعنا يعني ايوب بوعدي على مستوى الحصه التدريبيه. دي محاوله لفداء المنتخب الوطني المغربي. السيباري امكانيه التمرير عند دياز. ابراهيم دياز فرصه الهدف وتضيع. ابراهيم دياز حاول انه يمرر في اتجاه اللاعب نائل العناوي دائما لفداء المنتخب الوطني المغربي على مستوى الجهه اليمنى عند اللاعب اسماعيل السيباري. كيرجع الكره لأناحي على مستوى الجهه اليمنى. اشرف حكيمي وأناحي حكيمي ممتاز. حكيمي غادي يمرر، يرجع الكره للسيباري. تمريرات قصيره باللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ايوب بوعدي لاسماعيل السيباري، مرة أخرى لعز الدين أناحي شنو يعمل أناحي؟ توغل. هذه محاولة لأشرف حكيمي، ولكن كان هناك كذلك التغطية الدفاعية من طرف لاعب توبيورن هيجن لاعب فريق بولون الإيطالي، اللي تمكن أنه يخلي الكرة تخرج خارج أرضية الملعب. متابعة المحاولة، تمرير ديال إبراهيم دياز، ولكن تمريره خاطئه لابراهيم دياز بامكانه استثمار هذه المحاوله. تمريره عند نائل العناوي دخل داخل منطقه الجزاء. العناوي شنو يعمل؟ كيمرر الهدف يضيع على عبد الصمد الزلزولي ما تمكنش من وضع الكره في شباك في الوقت التمريره. كاين كره اقرب المنتخب الوطني المغربي، كان قريبا من تسجيل الهدف الاول. العناوي لعز الدين أناحي انطلاقه ديال عز الدين أناحي، طلب الكره عبد الصمد الزلزولي كيمرر. هذه محاوله في ذاك المنتخب الوطني المغربي. عبد الصمد الزلزولي خدا الكره، امكانيه تسديد تسديده ارضيه، تدخل الحارس. كانت محاوله لفداء المنتخب الوطني المغربي. بيرج ساندر، هذا اللاعب دافيد مولر وممتاز. عبد الصمد الزلزولي انطلاقه على مستوى الجهه اليسرى، محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي البحث على يعني امكانيه استثمار هذا المرتد الهجومي. الزلزولي كيمرر ممتازه لابراهيم دياز. يلا ابراهيم دياز اولى الاهداف بالولايات المتحده الامريكيه برجل وبقدم. ابراهيم دياز يضع الكره في شباك الحارس نيلا دوريان. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي، لتنطلق الاحتفالات وتنطلق اكيد فرحه جماهير المنتخب الوطني المغربي باولى اهداف هذه المباراه. ابراهيم دياز تسديده قويه ارضيه تعانق الشباك. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال الجمهور المغربي اذا المنتخب الوطني المغربي كيف تفتح النتيجه. لاحظوا انطلاقا مرتد هجومي سريع يدرس بطريقه ممتازه لدياز. لاحظوا الانطلاقه ديال اشرف حكيمي، فتحت يعني الممر امام دياز اللي وضع الكره في الشباك. هدف جميل لفائده المنتخب الوطني المغربي. 1-0 للعناصر الوطنيه للمنتخب الوطني المغربي. اللاعب هيجن كيلعب كره في الجهه اليسرى، تمريره من طرف لاعب أنطونيو. هذه محاوله خطيره لفائده منتخب النرويج. حذاري دائما محاوله تدخل، دائما تغطيه تصل للاعب ساندر، البحث عن امكانيه التسديد. تدخل بوعدي، لازم يخرج الكره. دائما محاوله وتدخل ممتاز لعيسى ديوب. صباح الان مرتد هجومي لفائده المنتخب الوطني المغربي. تدخل، اعتقد كان هناك خطا، كان هناك تدخل امام ابراهيم دياز. مشى الكره في الجهه اليسرى. الكسندر سورلوت، دائما الكسندر بيرج ساندر. تمريره من طرف العميد مارتن اوديغار على مستوى الجهه اليمنى. ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء، لكن التغطيه من طرف اشرف حكيمي. كره بالجديد في ذات منتخب النرويج الذي يبحث عن امكانيه العوده في النتيجه. لعبت كره طويله في اتجاه اللاعب الكسندر. تدخل دياز، هذه محاوله. رفعت الكره بونو حاضر. ياسين بونو، تدخل ممتاز لياسين بونو، تمكن من ثقة لفائدة منتخب النرويج. رفعت الكرة حذري من الضربات الرأسية. تدخل ومن جديد الكرة في الركنية الثانية. نهائيات رفعت الكرة رأسية خطيرة مرات جانبا كانت محاولة شكلت خطورة على الدفاع ولا مرمى المنتخب الوطني المغربي. كانت الرأسية أمامنا لاعب الكسندر سورلوت. لاحظي كان ضعف الكرة، كان تدخل لفريديريك كورسن.
استرجعوا اللاعبين المنتخب المغربي العيناوي لسيماري. سيماري مراوغه ممتازه. هناك خطا بالفعل، خطا لاسماعيل سيماري. كان تدخل ديال ساندربيرج فريق هامبورغ الالماني واللي دخل في الكره الاخيره. نتابع من جديد. لاحظوا بين المتميزين في صفوف المنتخب الوطني المغربي. رفعت الكره تمريره ممتازه باتجاه اللاعب اشرف حكيمي. الخلف الوقت للحكم يعني يطلب مواصله لقاء بدل كره في المنتخب الوطني المغربي. دياز ابراهيم دياز الفكره كان كذلك في اختراق الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات الكره على مستوى الجهه اليمنى. العوده ديال نصر المزراوي. نصر المزراوي هناك خطا. اعتقد كان هناك خطا بالفعل. خطا لانه كانت صافره قبل تسديد الكره في الوقت اللي اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيطالبوا ان يكون هناك بطاقه وانذار لان كانت هناك صافره قبل تسديد الكره من طرف اللاعب الكسندر سورلوت. لاحظوا بانه اللاعب كيقول الحكم بانه يمكن ما سمعش الصافره. امامنا جماهير ممتازه تيجي اللاعب نوصل المزراوي. انطلاقه ديال المزراوي. هناك مساحه. انطلاقه المزراوي الى جانب عبد الصمد الزلزولي. كذلك هناك لاعب سيماري لكن اختار الزلزولي يبحث عن امكانيه المراوغه. الزلزولي كيمرر لابراهيم دياز. ممتازه دي محاوله البحث عن تسديد. فرصه ممتازه عبد الصمد الزلزولي. كره تمر جانبا بالقائم الايمن. محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد للاعب أوناحي كمرر سيماري. اسماعيل سيماري كينتظر المسانده الى جانب ايوب بوعدي. في الوقت الحكم المساعد كان رفع الرايه وبالتالي اعلن انها تسجل حضورها بنهائيات كاس العالم وبالتالي كتحاول انها توضع كل اللمسات قبل ضربه البدايه. كره فائده منتخب النرويج. بيرج ساندر كيمرر اتجاه اللاعب فريدريك اورسن. استرجعوا كره اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز بامكانه يمر على مستوى الجهه اليمنى لاشرف حكيمي غير اتجاه الكره بشكل ممتاز لعبد الصمد الزلزولي غادي يعمل الزلزولي بامكانه يدخل داخل منطقه الجزاء. عبد الصمد الزلزولي كيبحث عن امكانيه تمرير. فرصه تدخل الدفاع. بحث على ايوب بوعدي في القائم الثاني ولكن التغطيه الدفاعيه كانت حاضره. كانت محاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني. حتى الان صراحه المنتخب الوطني المغربي لعب بشكل جيد. مشات كره بجهه اليمنى فائده منتخب النرويج. دخول داخل منطقه الجزاء. رفعت الكره خطيره. اشرف حكيمي في التغطيه قبل وصول الكره لالكسون جوليان. كيلعب كره دائريه. تدخل ممتاز لايوب بوعدي واللي بعد الكره دائما خطوره لمنتخب النرويج. ترفع الكره من جديد داخل منطقه الجزاء الراسيه. لازم ابعاد الكره. ممتاز ايوب بوعدي على مستوى الجهه اليمنى. صامد الزلزولي تمكن من الوصول. اكيد هذا اعطى رسائل بان الكره المغربيه قادمه بقوه على المستوى العالمي نظرا للعمل الكبير. استرجع الكره بشكل ممتاز من اسماعيل السيماري. اكيد يعني تدخل. ما كاينش هناك خطا بالفعل. ما كاينش هناك خطا. ترجع الكره ابراهيم دياز تدخل والخطا موجود. تدخل امام ابراهيم دياز. الحكم كان خطا. تدخل ديال دافيد مولان. اذا المراوغه واسترجاع الكره من طرف ايوب بوعدي. من جديد عيسى ديوب كيرجع الكره للخلف. شادي رياض. يوسف العبري. ممتاز يوسف العبري. حاول يراوغ. محاوله البحث على هالاند لكن عيسى ديوب. محاولة من جديد في ذات منتخب النرويج على مستوى الجهه اليمنى. خطيرة هالاند وديوب يتدخل والحكم كان له ركنيه. في وقت هناك المطالبه بلمسه اليد. نتابع من جديد هذا الكبير لان هناك حراسه فرديه. لعبت كره في القائم الاول. تدخل عبد الصمد الزلزولي ممتاز. تمريره على مستوى الجهه اليمنى عند اللاعب اسماعيل السيماري. انطلاقه ديال عز الدين أوناحي على مستوى الجهه اليسرى. كذلك الزلزولي كيمرر. محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي لاشرف حكيمي ممتازه. اشرف حكيمي وتدخل الحارس ليلاند اوريان ثم ابعاد الكره للركنيه. كانت محاوله ممتازه لفائدة المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا التسديده قويه. تدخل شادي رياض. البحث عن ضربات راسيات. لعبات الكره ارضيه لكن تدخل ترجع ليوسف بالعبري. أوناحي. تدخل جوليان ريرسون. اشرف حكيمي. ايوب بوعدي. مره اخرى العيناوي. اشرف حكيمي
ايوب بوعدي ممتاز. ابراهيم دياز كيرفع كره ممتازه، هذه محاوله هدف يضيع. عبد الصمد الزلزولي كان بامكانه يضع الكره في الشباك، تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، يسدد لكن الكره مشات فوق المرمى. نتابع من جديد هذا الفرصه وهذه المحاوله، لاحظوا التمريره ديال ابراهيم دياز بطريقه اللاعبين الكبار، لكن الزلزولي يخطئ المرمى، اللاعبين تحركاتهم وكذلك التمريره اللي كانت ممتازه ديال دياز كلها كتعطينا اشارات جيده بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. في الوقت اللي هناك خطا اول بطاقه في المباراه لاعب ريرسون جوليان هو اللي تلقى الانذار. كان تدخل امامنا ديوب اشرف حكيمي، هناك خطا، الحكم خلى امتياز مادام كره في ذات المنتخب الوطني المغربي. مراوغه ممتازه لسيماري، هذه محاوله لكن كان صعود ديال اللاعب الى جانب اشرف حكيمي توصل الكره، المراوغه ممتازه ديال اشرف حكيمي كيمرر، هذه محاوله لدياز، حكيمي مره اخرى لبدايه المنتخب الوطني المغربي عند عز الدين أولاحي، طلب الكره الزلزولي على المستوى الجنوب صلاح عبد الزلزولي لعز الدين أولاحي، تمريره عند اشرف حكيمي، هذه محاوله في بدايه المنتخب الوطني المغربي، فرصه تسديده وتدخل الدفاع. عبد الصمد الزلزولي يسدد وتدخل كريستوفر فاسباك هو اللي بعد الكره. كانت محاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي. المناسبات وكذلك كاس الدنمارك 3 مناسبات، درب كذلك اف سي كولون الالماني 2020 كي ياخذ بزمام الامور التقنيه. ما كاينش منها عبد الصمد الزلزولي تعود لفائده منتخب النرويج على مستوى الوسط. ساندربيرج تمريره انطلاقه ديال الكسندر سورلوت، محاوله على مستوى الجهه اليمنى تصل لجوليان ريرسون، هذه بحث عن امكانيه التمرير. كرشع الكره لبير ساندر، تمرير داخل منطقه الجزاء، العوده ديال عبد الصمد الزلزولي ممتاز. عبد الصمد الزلزولي ابراهيم دياز اللي كان في حدود الدقيقه التاسعه في انتظار التعرف على الوقت بدل الضائع، مشات الكره على مستوى الجنوب للاعب انطونيو لوسا، ممتاز. اشرف حكيمي كيمرر لابراهيم دياز والخطا، كتعتقد كان خطا موجود. تعود كره في منتخب النرويج، حذري من هذه المحاوله، تسديده وتدخل وابعاد الكره من امام هالاند. كانت محاوله خطيره في منتخب النرويج. لاعب فريق ارسنال كينفذ الركنيات، لعبت الكره، تدخل ممتاز ياسين بولو لابراهيم دياز، مرتد هجومي الان لفائده المنتخب الوطني المغربي. دياز انطلاقه ديال الصباري، انطلاقه ديال اشرف حكيمي خدا الكره على مستوى الجبهه، حكيمي شنو يعمل؟ حكيمي كيمر عند ابراهيم دياز بالكعب للصباري، امكانيه استثمار هذه المحاوله. صباري يسدد كره عرضيه لكن في يد الحارس نيلاند اوريان. كانت محاوله لفائده المنتخب. تابعنا المحاوله، تابعنا الفرصه اللي هي المنتخب الوطني المغربي امامنا عبد الصمد الزلزولي. اتمنى تكونش هناك اصابه للاعبي المنتخب الوطني المغربي، لان هذا هو الزلزولي. ترجع كره لمنتخب النرويج في الوقت. عبد الصمد الزلزولي مازال كيتلقى الاصابات الاوليه. محاوله تدخل يوسف بالعمري يبعد الكره، حسن الحظ بان الكره مشات خارج ارضيه ما يتم تنفيذ هذا الركنيات. لعبت الكره دائريه في القائم الثاني، الراسيه مشات كره. اذا تعطت انطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه. كرة طويلة من ليلاند اوريان، ممتاز. شادي الرياض ارتقاء، تلعب كرة بالراس، دخول كذلك لاعب سفيان امرابط اللي دخل كذلك خلال هذه الجولة الثانية. اذا مغادرة يوب بوعدي يغادر، ودخول سفيان امرابط، خروج عبد الصمد الزلزولي ودخول سفيان رحيمي. ترجع كرة لفائدة منتخب النرويج على مستوى الجهه اليسرى، هذه محاوله خطيره، تدخل عيسى ديوب كيبعد الكره للركنيه، صاحب الكره الذهبيه الافريقيه. نتابع هذه الركنيات، لعبت كره مباشره راسيه، الكره مشات فوق المرمى، تدخل وتغطيه دفاعيه. اعتقد تحركات ديال اللاعبين ديال المنتخب النرويج، هناك حراسه فرديه، لعبات الكره الراسيه، تدخل الدفاع في الوقت. الحكم كان الخطا بالفعل، الخطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. قلت بان منتخب النرويج 28 سنه ضربه مرمى، كره تجاوزت خط المرمى في الوقت امامنا لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعبين الاحتياطي الان كيقوموا بعمليه الاحماء
وبالتالي من المنتظر نتابعوا عدد من اللاعبين اللي كانوا اكيد يدخلوا. الشركه الوطنيه للإذاعة والتلفزيون اقتنت حقوق البث التلفزيوني الارضي لقاءات سوق اطلس العالمي. Press there very well. Norway given away by Ryerson though. Well, one back. Christopher Ayer. The giveaway by the fullback that led to the only goal of the game. By Surlo. مديرية الأخبار بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تعبأت لتكون في الموعد مستوى الاستديوهات مباشرة فقرات في النشرات الإخبارية لإيصال أو لمواكبة هذا الحدث الكروي العالمي على جميع المستويات والأصعدة. كرة نرويجية في قائمة صعبة ممتاز لاعبه تدخل قوي، تدخلات قوية جدا صراحة، تدخلات في واحد يمكن نقول بهذه العبارة فيها بعض الرعونة. هذا اللاعب سيواصل كرة في طريق صراع كبير ما بين لاعب رحيمي في صراع الآن بحث حلول صعبة للماموريا، اختراق جيد الحكم يمنح الامتياز، هو هذا كيعطي الاطمئنان بأنه تجاوب كبير داخل صفوف الفريق. كل كرة شاب طلع شاب مرة جميلة دياز يسدد بقوة الحارس، تدخل نايلان تصل إلى العناوي بالرأس، كاد أن يضيف هدف رائع جدا. هذه واحدة من المشاهد الجميلة، تسديدة قوية ورد فعل سريع للحارس أوريان نايلاند، كانت قريبة في انطلاق الجولة الثانية للاعب فريق بنفيكا فريدريك أورسينيس، لكن الحارس الكبير ياسين بونو تدخل في التوقيت صحيح. مشى الصيباري صراعات كبيرة بين اللاعبين، صراعات كبيرة بدنيا على مستوى إصابة صابر الآخر هو الآخر مصاب صراحة. مشى اللاعب مارتين أوديغار، حكيمي في المراقبة، إرسال هناك دائما ديوب، إن شاء الله إيجابية للفريق. انطلاق عبر الأطراف، مشارك بالعمري في صراع كبير مع اللاعب ألكسندر سورلوت، بالعمري مجديد البحث الله ويا مباشرة الزاوية الثانية في الجولة الثانية للمدرجات، زاوية تاسعة في القائم الثاني أقل من الشوط الأول. هذا شيء عادي لأنه كاين حرارة كبيرة، وكذلك حتى اللاعبين لا أقول يلعبون اقتصاد ولكن سير الخنوس انطلاقة سريعة مشات عند سفيان خارج القدم، جميلة قدم يمكن يلعب حتى سقاء في الوسط. مشى سفيان مرة تصعب الأطراف بلال الخنوس بلال جميلة تمريرة، ربما هدف تأخر كثير جدا. شوفنا مبالغ فيها اللاعبين الموسم بفرصة القائم الثاني. قطع من الكرة باتريك بيرغ اللي سجل كرة على مستوى الجهة اليسرى لمحاولة بداية منتخب النرويج. تغطية ممتازة، تغطية كانت حاضرة، تدخل مروان سعدان لازم ابعاد واخراج كره من هذه المناطق. ياسين بونو ان مرابط كيمرر في الظل بلال الخنوش، مشات كره على مستوى الجهه اليسرى عند رحيم يوسف، الذي يبحث عن امكانيه العوده في النتيجه وتسجيل هدف تعادل. مشات كره عند اوسكار بوب، اوسكار يبحث عن امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء بالفعل. اوسكار بوب يمرر خطيره وهدف تعادل لفائده منتخب النرويج. وهذا هو اللي قلت بان منتخب النرويج يسعى لتسجيل هدف تعادل بواسطه مارتين أوديغار عميد منتخب النرويج ونجم فريق ارسنال. من اللاعبين ماشي بالسهل، يعني تغيير فريق باكمله، وبالتالي كما قلت هي مباراة الوطنيه كتبحث على المساحات، كتبحث على الممرات. في الوقت اللي لاحظوا العوده ديال اللاعبين ديال المنتخب النرويج الان اللي كيبحث انه يغلق كل الامال في تمريره ممتازه. هذه محاوله تمريره في اتجاه اللاعب سفيان رحيمي كيمرر، لكن كره سهله، كره تمكن من تسجيل هدف تعادل.
بعد التمريره من طرف اللاعب بوبا اوسكار ينجح مارتين اوديغار انه يلقى الحل ويوضع الكره في الشباك. بالتالي كنتابع من جديد تنفيذات الكره الثابته. الكره شكلت خطوره واضحه كانت بواسطه اللاعب ساندربيرج اللي لاحظوا ارتقاء فوق الجميع كيلعب الكره بالراس تمر جانبا من ترجع الكره من جديد في ذات منتخب النرويج. منتخب النرويج بعد تسجيل الهدف الان كيبحث عن حلول هجوميه في الوقت اللي الحكم لاحظوا تحركات ديال اللاعبين. تدخل ديال مروان سعدان خطيره لبدايه منتخب النرويج. تدخل والكره في الركنيه وجوليان ريلسون كيستعد لتنفيذ هذه الركنيه الراسيه. حذاري من هذه المحاوله. تدخل وابعاد الكره